السلام عليكم، ازيكم يا جماعه في حلقه جديده من سلسله ليه ما تدخلش. السلسله بنتكلم فيها عن كل الكليات، واللي لو كتبت بس في السيرش ليه ما تدخلش هيجيلك كل الفيديوهات بتاعتنا. فالنهارده هنتكلم عن الكليه المجرمه اللي ما بتقولش لا لاي حد، كليه اداب. ليه هي كليه مجرمه؟ علشان هي كليه ما بتقولش لا لاي حد، لاي شعبه ما بتقولهاش لا، سواء كنت ادبي او علم علوم او علم رياضه فانت هتدخل الكليه دي. وبرده في الاقسام ما بتقولش لا لاي قسم، وعندها كل الاقسام تقريبا ولما كل حاجه كده جواها. يعني دلوقتي يجي مثلا يقعدوا يقول لك احنا عايزين نفتح كليه جديده، فتلاقي كليه اداب بتقول لهم طب ما تيجوا تفتحوها الاول قسم عندي في الكليه. فيا اما بيفتحوا القسم ده في كليه اداب علشان يشوفوا القسم ده هيشتغل كده ولا ايه الدنيا بتاعته، وبعدين يحولوه لكليه. يا اما اصلا بتلاقي القسم ده جوه الكليه، يعني هي الكليه مجمعه كده مجموعه كليات جواها، هي مش كليه اداب بس، انت بتدرس جوه حاجات كتير قوي. يعني تقدر تقول كده ممكن لو ما دخلتش كليه اثار فتخش تدرس كليه اثار جوه اداب، يعني برضو ما لحقتش اعلام فتخش تدرس اعلام جوه اداب. ولو برضو نفسك تدرس لغات وما لحقتش كليه ألسن فهتلاقي اللغات كلها موجوده جوه الكليه. الكليه جايبه كل حاجه حرفيا جواها، كل الاقسام اللي انت ممكن تحلم بيها هتلاقيها جوه الكليه. عايز تطلع دكتور في قسم علم نفس كلينيكي، فهتلاقي اقسام كتير قوي جوه الكليه. وللعلم في كليات اتفتحت الاول كقسم في كليه اداب بعدين اتحولت لكليات، زي قسم اعلام في كليه اداب. الاول كان قسم في الكليه بعدين بقت كليه الاعلام واتفتحت الكليه بقى وبدات تعمل تفرعات كتير، وزي ما قلنا في فيديو اعلام فشوف الفيديو هيطلع لك هنا كده. بما ان الكليه مجرمه وممكن كمان تدخلها من اي شعبه، فتعال نتكلم ممكن ازاي تخش الكليه. اول حاجه عشان تخش كليه اداب فلازم تكون جايب مجموعها في التنسيق او جايب التنسيق بتاعها بعد ثانويه عامه. طيب حلو، جبت التنسيق بتاعها او جبت مجموعها ودخلت الكليه، جميل قوي. الكليه بقى فيها اقسام من جوه، وعلشان تخش الاقسام دي لازم تكون جايب مجموعها في حاجه اسمها التنسيق الداخلي، زي التنسيق الخارجي كده بالظبط. انت خلاص دخلت الكليه، تعالى بقى اعتبر الاقسام دي كليات وبتعمل تنسيق تاني، عشان في اقسام عاليه واقسام مش عاليه قوي. يعني ببساطه كده كل قسم جوه الكليه ليه مجموع، فالمجموع ده بيعتمد على ايه بقى؟ تعالى وانا هقول لك. اولا كده ومبدئيا الاقسام كتير قوي، يعني ايه؟ ما تعدش ورايا، شوف انا هقول لك ايه واعتمد. عندك قسم عربي وقسم انجليزي وقسم الماني وقسم اسباني وقسم فرنساوي وقسم ايطالي. بص شوف اللغات دي كلها هتلاقيها موجوده جوه الكليه، كل اللغات موجوده جوه الكليه. وفي برضو لاتيني ويوناني، وفي حاجه اسمها قسم اسمه لغات شرقيه، ده بيبقى عباره عن تركي وعبري وفارسي. هو قسم فيه 3 لغات. يعني هتلاقي جوه الكليه قسم ياباني وصيني، واللي يعتبر القسم الصيني ده من اعلى الاقسام اللي موجوده في الكليه. وكمان الاقسام بقى اللي بعيده عن اللغات زي قسم مكتبات وقسم علم نفس وفلسفه وجغرافيا وتاريخ واثار واعلام ومساحه وحاجات كتير قوي سعادتك. وفي قسم كده اسمه قسم الانثروبولوجيا او قسم علم الانسان، والقسم ده بيتفرع لكذا قسم كده جوه، زي مثلا قسم علم الانسان الاجتماعي، وده اللي بتدرس فيه تصرفات البشر. وكمان القسم الثاني اللي بيتفرع منه قسم علم الانسان الثقافي، وده تفرع جوه قسم الانثروبولوجيا او قسم علم الانسان. طيب قسم علم الانسان الثقافي ده بتدرس فيه ايه؟ بتدرس فيه بناء الثقافات البشريه وادائها ووظائفها في كل مكان وزمان. وكمان علم الانثروبولوجيا اللغويه، وده اللي بتدرس فيه تاثير اللغه على الحياه البشريه او حياه الانسان. وعلم الانسان الحيوي اللي بتدرس فيه تطور الانسان بيولوجيا، وكان ايه وبقى ايه، الحاجات اللي هي الالحاد دي. لا هي بعيدة عن الالحاد، بس بتدرس فيه تطور الانسان بيولوجيا وازاي كان بيتطور والحاجات دي كلها. عندك كمان قسم الصوتيات واللسانيات، وكمان قسم الدراسات المسرحيه. فانا بقول لك ما تعدش ورايا. وبالمناسبه الاقسام دي كلها مش هتلاقيها في كليه واحده او مش هتتجمع في جامعه واحده كده، فهتلاقي اقسام بتفتح جديد في كليه معينه، اقسام مش موجوده في كليه، الكليه ما تستوعبش كل الاقسام دي فلسه في اقسام بتفتح وفي اقسام مقفوله في كليه معينه. فلو انت عاجبك قسم معين كده عشان القسم ده تلاقيه في الكليه، اسال الاول قبل ما تخش الكليه دي علشان تبقى عارف الجامعه اللي انت داخل فيها هل هي فيها القسم ده ولا لا، عشان ما تخشش بعدين تتسوح بقى في الاخر. طيب حلو قوي، انا بقى عاجبني ان ادرس لغات، انا عايز ادرس بقى ايه، الماني ايطالي اسباني صيني الحاجات دي كلها. فتعالى اقول لك بقى ازاي تخش الاقسام بتاعه اللغات دي في الكليه، بما ان الكليه فيها حاجه اسمها تنسيق داخلي. عشان تخش الاقسام بتاعه اللغات لازم يكون في حاجه اسمها مجموع اعتباري، او بتدخل بحاجه اسمها المجموع الاعتباري. والمجموع الاعتباري ده بيبقى عباره عن ايه؟ المجموع الاعتباري ده بيبقى عباره عن مجموعك في ثانويه عامه. يعني مثلا نفترض ان انت جايب من اصل 410 فانت جايب 400 مثلا، انت راجل دحيح مثلا هنعتبر ده، فانت جايب 400 من 410. بعدين هتجمع بقى اللغات على 400 دي، يعني انت مجموعك كله 400 هتجيب بقى اللغات بتاعتك عربي وانجليزي الماني
سواء بقى بتدرس الماني او صيني او ايا كان اللغه اللي انت بتدرسها في ثانويه عامه كلغه تانية، فهتجيب الثلاث لغات دول وتجمعهم على المجموع بتاعك، واللي بيطلع لك ده بيسمى المجموع الاعتباري، وده اللي بتخش بيه القسم اللي انت عايزه. وطبعا الاقسام اللغات في كليه اداب بتختلف في مجموعها الاعتباري. يعني مثلا يجي يقول لك على قسم الالماني والله احنا هندخل الطلاب من 520 مثلا، فانت هتجمع المجموع بتاعك اللي هو مجموع ثانويه عامه زائد مجموع الثلاث لغات اللي انت درستهم في ثانويه عامه، ولو طلع 520 او اعلى من 520 فانت كده مبروك عليك هتدخل القسم. ما دخلتش بقى القسم ده هيبقى السبب ان انت ما جبتش فوق ال 520 او ما جبتش ال 520 اللي هم حددوها كمجموع اعتباري للقسم. طيب انا في ثانويه عامه كنت بدرس اللغه الثانيه بتاعتي ايطالي، او بدرس اللغه الثانيه بتاعتي فرنساوي، عايز اخش ايطالي. هل القسم هيقول لي لا عشان انت ما درستش ايطالي في ثانويه عامه؟ في بعض الاقسام بتقبل ان انت ممكن تخش القسم بتاعها ومش شرط اللغه الثانيه بتاعتك تكون نفس اللغه، وفي اقسام تانية بتقول لك لا لازم تكون كنت دارس مثلا فرنساوي عشان تخش قسم فرنساوي. وكمان في بعض الجامعات كليه الاداب فيها بتعمل حاجه اسمها اختبار تحديد مستوى عشان يعرفوا المستوى بتاعك في اللغه عامل ازاي، وهل ينفع ان انت تخش القسم ده ولا لا. فمش كل الجامعات بتعمل كده، بس في جامعات بتعمل كده، واسال بقى قبل ما تدخل. طيب جميل قوي. في اقسام اللغات بقى انت مش بتدرس بس اللغه، مش بتدرس بس انت مثلا داخل اللغه ايطالي فانت مش بس بتدرس الايطالي والجرامر بتاعها وهكذا زي ما بتدرس في ثانويه عامه، لا خالص. الدراسه في الاقسام بتاعت اللغات بتدرس فيها كل حاجه ليها علاقه باللغه. يعني ايه؟ يعني مثلا اللغه الايطاليه بيتكلمها الشعب الايطالي ايا كان بقى لو في حد تاني بيتكلمها ولا لا. فانت بتدرس الثقافه بتاعت الايطاليين، بتدرس المسرح بتاعهم، بتدرس الادب والشعر، بتدرس القصص والروايات المكتوبه عندهم، الادب بتاعهم والحاجات دي بتاعت الكتاب والحاجات دي كلها. فانت بتدرس كل حاجه عن اللغه وعن الثقافه بتاعت الشعوب وعاداتهم وتقاليدهم وهم بيعملوا ايه والاجازات بتاعتهم، كل حاجه عنهم بتدرسها علشان تطور من اللغه بتاعتك. ومع الدراسه دي بالتوازي كده انت بتلاقي اللغه بتاعتك بتتطور، ومش بس بتدرس اللغه وازاي تنطقها، لا انت بتدرس كل حاجه عن اللغه علشان تقدر بعد كده تشتغل ايا كان في مجالات الشغل اللي احنا نقولها كمان شويه. طيب في اقسام تانية بقى موجوده جوه الكليه اللي تعتبر حرفيا كليه جوه كليه اداب، زي مثلا قسم الاثار. هو اي نعم في اختلافات، وفي اختلافات لازم تبقى ملحوظه ما بين الكليه والقسم، بس انت داخل قسم اثار علشان تتخرج تبقى تشتغل في الاثار وفي الارشاد السياحي، وانك تبقى معاك لغه وكل الحاجات دي، فبتتوازى شويه مع كليه اثار. وعموما يعني الشغل مش بيقتصر على طلاب كليه اثار عشان اشتغل في الحاجات بتاعه الارشاد السياحي والاثار وكل الحاجات دي، كل حاجه بتبقى عن طريق خبرتك انت وعن طريق الحاجات اللي انت اكتسبتها طول رحلتك في الكليه وبعد ما تخلص، وايه اللي انت بتطوره في نفسك وهكذا. عندك قسم تاني مثلا زي قسم اعلام، اداب اعلام، اللي حرفيا يعتبر الكليه التانية او الشق الثاني من كليه اعلام، ومش شق، لا هي كليه اعلام. كليه اعلام موجوده جوه كليه اداب، فبالتالي القسم ده هنتكلم عليه لوحده في فيديو لوحده. فاعمل سبسكرايب ولايك عشان الفيديو يوصل لك ويظهر لك، وما تنساش تفعل زرار الاشعارات او جرس الاشعارات عشان الفيديو يوصل لك ان شاء الله. يعني فاداب اعلام هنعمل له فيديو لوحده هينزل قريب غالبا بعد الفيديو ده ان شاء الله يعني. وبرده قسم علم نفس اكلينيكي، والقسم ده اللي بتتخرج منه معالج نفسي، تلبس بقى البالطو وتجيب الشاكوش او المطرقه اللي انت بتضرب بيها على ركبه المريض اللي ملهاش علاقه اطلاقا بالطب النفسي يعني، بس ده اللي احنا شايفينه. المهم القسم ده تقدر تتخرج منه معالج نفسي وتشتغل في المستشفيات وكل الحاجات دي، فالقسم ده برضو ليه فيديو تاني لوحده عشان نتكلم عنه باستفاضه اكتر. فكده هنعمل قسمين من كليه اداب لوحدهم، قسم اعلام وقسم علم نفس اكلينيكي، فاستنوا الفيديو ان شاء الله هيعجبكم يعني. حلو قوي. في اقسام تانية كتير، واقسام تانية كتير لو قعدنا نتكلم عنها مش هنخلص الفيديو اطلاقا يعني. وبجد الكليه لما كل حاجه جواها، فالكليه حلوه جدا حلوه جدا بجد، واعتقد ان هي هتبقى الحاجه المناسبه لاي حد مجموعه خانه او ايا كان بقى حل كويس محلش كويس، فان شاء الله الكليه دي هتظبط لكم الدنيا كلها. خلاص بقى تعالى بقى نتكلم عن الشغل بقى من الكليه دي. ممكن اطلع اشتغل ايه؟ بص مبدئيا يعني بما ان في اقسام كتير قوي فمجالات الشغل كتير قوي ومش هقدر اعدها لك. يعني على سبيل المثال اقسام اللغات دي كلها تقدر تطلع منها تشتغل كل الشغلانات بتاعه كليه ألسن. يعني مثلا تقدر تشتغل مترجم، سواء بقى مترجم في مكتب مثلا لترجمه المستندات الرسميه والحاجات اللي هي بتبقى لازم تترجم بشكل رسمي وفورمال والحاجات دي كلها، او انك تشتغل كمترجم فوري
عن طريق بقى الاذاعه والتلفزيون والحاجات دي كلها، او انك برضو تشتغل مترجم كفريلانسر مع نفسك على مواقع العمل الحر. فالحاجات دي مطلوبه كتير قوي، والشغلانات دي مطلوبه كتير قوي برضو، فاللي هيدور هيلاقي، واللي هيسعى هو اللي هيلاقي، انما الشغل مش هيجيلك لحد البيت. وكمان تقدر تشتغل ككول سنتر باللغات الفريده اللي مش هتلاقيها كتير موجوده، واللي بتبقى مطلوبه كتير قوي. يعني مثلا لو انت دخلت ايطالي، الماني، اسباني، روسي، ايا كان اللغه اللي انت هتتخصص فيها، تقدر تطلع تشتغل بيها ككول سنتر وتقبض فلوس حلوه يعني. واصلا الكول سنتر الانجليزي دلوقتي يعتبر فلوسه عاليه، من 6-7000 جنيه كده كول سنتر بس. فما بالك بقى لو اللغه بتاعتك نادره شويه، او انت داخل قسم اللغه بتاعته مش يعني مطلوبه، فما بالك بقى لو دخلت لغه مطلوبه شويه بعيدا بقى عن الانجليزي اللي ممكن يكون كتير قوي ومستخدمينه كتير قوي والناطقين بيه كتير قوي. فدلوقتي لو عايز تدخل لغه وتطلع تشتغل بيها، خش لغه الناس محتاجاها والطلب عليها كتير ومش كتير بيتكلموا بيها، فبعد كده هتلاقي ان الشغلانه دي جايبه همها. اقسام تانية مثلا زي قسم اعلام، فانت تقدر تطلع من القسم ده وتشتغل في الاعلام والصحافه والعلاقات العامه والاعلانات، كل حاجه تقدر تشتغل فيها. فالكليه باختصار كده مليانه اقسام، وكل قسم حرفيا زي بند كده لوحده تحتيه شغلانات كتير قوي. فاللي هيدور ويسعى هو اللي هيلاقي شغل. غالبا في شغلانه انت مستنيني اقولها، وهي انك تشتغل مدرس. تقدر تشتغل مدرس من كليه اداب، بس ده مش الشغلانه بتاعتك يعني من الاساس. الشغلانه المدرس دي بتبقى لخريج كليه تربيه عشان يطلع يشتغل مدرس ويبدا بقى يخش مدارس ويدرس للطلاب وهكذا. فانت عشان تبقى مدرس بتروح تاخد سنه تربوي في كليه تربيه. وكمان الشغلانه بقى اللي ممكن يعني انت ممكن تستفيد باي حاجه حرفيا. انت دلوقتي معاك لغه، فتقدر تعمل كورسات للغه دي، تقدر تعلم اللغه دي، تقدر تعمل قناه يوتيوب وتعلم الناس اللغه اللي انت دارسها او اللغه اللي انت بتتكلمها باي طريقه معينه. في قنوات بتعلم لغات، قنوات عاليه جدا، فهتفرق باسلوبك بطريقتك. تبدا تقف قدام التليفون كده، تفتح التليفون وتبدا تدي للناس دروس تعليميه عن ازاي يتعلموا اللغه دي وازاي يتكلموا باللغه دي وايه اللي هم يمشوا عليه عشان يتكلموا اللغه وهكذا يعني. فمش هتغلب، صدقني مش هتغلب. التنسيق هيطلع لك دلوقتي على الشاشه، شوف التنسيق وتعالى. حابب اقول لك بقى ان انت لو من الناس اللي دخلوا الكليه علشان التنسيق بتاعهم وداهم الكليه دي، فاحب اقول لك لعل الكليه دي خير ليك. وكمان الكليه بتوفر لك وقت كبير قوي كبير قوي جنب الدراسه، فكمان ده يعتبر مؤشر كويس قوي او حاجه كويسه عموما في الكليات اللي انت تلاقي جنبها وقت تقدر تستثمر فيه في نفسك، وتقدر تدفع فلوس في نفسك، او تقدر تستثمر الوقت ده في حاجه تطورك انت شخصيا. فما تبصش للموضوع بنظره ان انا داخل الكليه مش عجباني. لو الكليه فعلا مش عاجباك وهكذا، فعايز اقولك ان ده خير وده اللي ربنا كاتبه. واي حاجه ربنا كاتبها صدقني مش بيجيب حاجه وحشه، ربنا مش بيجيب اي حاجه وحشه خالص. فانا مش جاي اقولك والله كلام تنميه بشريه وان ده الاحسن ليك وانت هتبقى شخص عظيم من الكليه دي، بس كل حاجه هتتوقف عليك انت مش على اي حد تاني. مش هتتوقف على الكليه اللي انت دخلتها ايا كان. في ناس ما دخلتش كليه وناس دول عظماء، الامثله دي مش هتفرق معاك قوي وغالبا مش هتهتم بالحاجات اللي انا بقولها، بس هتكتشف بعدين ان انت لو استثمرت في نفسك وعديت الموضوع وما بقاش الموضوع ده هو خلاص الناحية بالنسبة لك، دي مش النهاية. فهتكتشف بعدين ان انت دخلت المكان المناسب ليك. بس كده، دي كانت كل حاجة عن كلية اداب وبكل اقسامها وكل حاجة عنها كده. لو احتجت اي حاجة تانية اكتب لي تحت في الكومنتات. وما تنساش ان احنا نعمل القسمين اللي موجودين في كلية اداب، اللي هو قسم اعلام وقسم علم نفس كلينيكي، هنعمل لهم فيديو تاني لوحده عشان هنتكلم عنهم بالتفصيل اكتر يعني. وانا محمد عبده، ومبسوط ان انت اتفرجت على الفيديو، وسلام.